يعطيكم العافية. أنا المخرجة سندس سميرات من الأردن، مخرجة فيلم سمسم. أنا جدا سعيد في وجودي في مهرجان وهران السينمائي العربي، وشكرا لحسن الضيافة. وأنا سعيد أكثر بأنه صادف وجودي في بلدي الآخر الجزائر وقت 1 نوفمبر عيد الثورة التحريرية. كيف أول تجربة؟ أول تجربة يعني كيف كانت الصعوبات؟ تجهيزات مثلا؟ فيلم سمسم هو الفيلم الروائي الطويل الأول في مسيرتي الفنية. طبعا أكيد واجهت العديد من المشاكل والعقبات والصعاب. كانت هو ضمن ورشة تدريبية، وكانت هاي العقبات والتحديات لصالحي، تعلمت منها. من أحد التحديات اللي كانت عم بتواجهني بأنه النص مش أنا اللي كاتبته، لأنه بالعادة أفلامي القصيرة أنا اللي بكون كاتبة السيناريو، ولكن لحسن الحظ زميلاتي الكاتبات أنا وياهن عايشين نفس الظروف في نفس البيئة. قدرت أنسجم معاهم، وقدرت إني أترجم الأفكار الموجودة على النص على الشاشة. من نفس الظروف، بنعيش نفس الظروف بأنه إحنا عايشين بنفس البلد، في نفس المنطقة، في محافظة إربد، في نفس المشاكل اللي إحنا بتواجهنا كسيدات، سواء في ضمن العادات والتقاليد، سواء المشاكل اللي بنواجهها في العمل، سواء الحرية اللي إحنا بنبحث عنها. هل يعني اللي شفناه بالفيلم يعني هي نفس العيشة والحياة والمجتمع الأردني؟ يعني احنا كجزائريين ما يعني ما رحنا على الأردن، فهل إذا تفرجنا الفيلم هذا هو الأردن؟ هذا هو الأردن. حتى تطرقنا لموضوع فكرة الأردن ومحافظة إربد في التحديد في ثقافتنا في الأكل. حتى استخدمنا مفهوم الأكل المشهورة في إربد، أكلة المكمورة. طبعا هي شريحة سمسم، شخصية سمسم هي شريحة بتمثل العديد من السيدات، سواء في إربد أو في الأردن أو في الوطن العربي، ولكن كثقافة وكعادات وتقاليد موجودة في الأردن وفي محافظة إربد. احكينا شوي عن السينما والفن في الأردن. السينما والفن شوي في عنا عدد قليل من الثقافة السينمائية في الأردن، ولكن من فترة مش كثير بعيدة عم بصير في عنا ازدهار للسينما الأردنية. قاعدين بنحكي عن قصصنا. الهيئة الملكية الأردنية للأفلام كثير مصرة بأنها تنهض في جيل سينمائي في الأردن، والحمد لله هينا عم بيكون في عنا ثقافة سينمائية، وبنشوف مخرجات سينمائيات. وأنا كثير مبسوط بأنه أنا أحدثت فرق في محافظة إربد في للمخرجات السينمائيات. كان عندك أو كان هناك مساعدة من الأميرة ريم علي؟ أي نعم، هي جزائرية، زوجها الأمير علي. الأمير علي الأردني. كان ليك تواصل معها شخصيا أو يعني؟ التواصل شخصي مباشر لا، ولكن هي كانت مشرفة على الفيلم، وهي مسؤولة عن مهرجان عمان والهيئة الملكية للأفلام، وهم الداعمين الأول لصناع الأفلام في الأردن. إذا هلا ممكن توجيها كلمة إنه انعرض الفيلم الأردني في الجزائر، شو رح تقول؟ شكرا سمو الأميرة ريم، شكرا لدعمك المتواصل لنا، وأنا فخور جدا في استقبالك لنا في مهرجان عمان السينمائي، وحصولنا على جائزتين، جائزة أفضل سيناريو وجائزة أفضل ممثلة. بالكلام عن الجزائر حابين نلعب لعبة صغيرة عنها علاقة بالجزائر. ممكن تاخذي طرف تفتحين. أولاً ممكن تقرأي مكتوب بالظرف قبل ما نيابة عن مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، نقول لك أهلا وسهلا في بلادك الجزائر. فهذا الحوار رانيا، الرسالة الطريقة السهلة في هذا الظرف
تصب أوراق نطلب منك تجبد ورقة. اللهجة الجزائرية فجربت. أوكي. تشوف وش فيها ونبدأ الهدرة علاش هذه الأسئلة باش نحتفلوا بروح المشاركة نتاع الثقافة السينما والفن ونكرم البلاد اللي مضيفياتك قاع الأسئلة على الثقافة الجزائرية. هذه طريقة باش نديرها قنطرة بينك وبين جمهورك الجزائري. أوكي، شكرا بزاف على المشاركة نتاعك. ورانا متحمسين باش نشوف الرؤية نتاعك اللي ما تشبهش لغيرها على ثقافتنا. مرحبا بك في وهران. مرحبا. هذا ممكن تجاوب. اوكي. ثقافة جزائرية. اوكي يلا في أسئلة. اوكي، جاوبينا على الأسئلة. 3 ولايات جزائرية. اوكي، ولاية وهران، ولاية باتنا، ولاية ما أعرف العاصمة الجزائر. 3 أكلات جزائرية. الكسكس. ما نعرف. تذكري ما أكلتي شيء بوهران؟ أكلت الكسكس. أكلة معروفة بوهران. كنكتيكا. اللي بعده معلش. مخرجين جزائريين أكيد صلاح إسعاد حبيبي. درة بشوشة هي منتجة جزائرية. معلش لباس جزائري. الكراكي. الكراكو. يلا ثاني شيء ثاني مرة. كلمة ومعنى بزاف كثير. قارع. المجموعة. قارع. أحط ليها ضمن جملة. استنى. أوكي. إشوالة. إيش حالها؟ شوالة. يعني شو مالها؟ شوالة عم تعملي بالمهرجان. إنه إيش بعمل بالمهرجان؟ تترشق علي. تحكي علي. تمزح معي. أوكي. حنبوك إيش معناها؟ حنبوك هي أصلا كلمة هي باللغة العربية ممكن. وهي مختصرة. فإذا بحكي لك حنبوك يعني ممكن، إذا بدك ممكن يرحم أبوك. يرحم أبوك. أوكي. يرحم أبوك. شكرا. أسئلة وأعطينا أكثر. شكرا، يعطيكم ألف عافية. شكرا مهرجان وهران. حرية تبحث عن ذاتها باعتقادها بأنه سعادتها خارج البلد، ولكن بالنهاية لقت سعادتها مع بنتها ولقت ذاتها. وشخصية سمسم هي شخصية ازدواجية، عشان هيك كانت اسمها ابتسام، وكانت عم تحكي للأغلب إنه هي سمسم عشان بدها تهرب من الواقع اللي هي عم تعيشه.